السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الحدث المغاربي. إذن في هذا الأسبوع العالم يحيي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وتقارير أممية وحقوقية غير حكومية تقدم صورة سوداء عن التعذيب في السجون في العالم. نتحدث في حلقة اليوم عن التعذيب في المنطقة المغاربية، ونبدأ من الجزائر مع مشاهد مرعبة لقصص تعذيب داخل السجون. فاصل ونبدأ النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. إذن في مثل هذا الأسبوع، بالتحديد في 26 من شهر جون يوليو حزيران من كل سنة، تقدم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية تقاريرها عن حصيلة التعذيب في السجون في العالم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. إذن في الحدث المغاربي وفي قناة المغاربية نخصص هذه الأسابيع وهذه الأشهر القليلة القادمة لقراءة ومعاينة وضع السجون في المنطقة المغاربية. فهناك تقارير تتحدث عن تعذيب حاصل في سجون موريتانيا، وأيضا تقارير سوداء عن التعذيب في السجون المغربية وأيضا الجزائرية والتونسية في عهد بن علي، وتقارير عن تعذيب ومنهج مورس في ليبيا إبان نظام معمر القذافي. في حلقة اليوم نبدأ بالجزائر لمعاينة الوضع هناك في هذه المناسبة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. لكن خلال هذه الأيام وموازاة مع هذا الحدث، كذبت الجزائر بشدة وجود حالات تعذيب في السجون الجزائرية، وكذبت تقارير أوردتها منظمات وهيئات حقوقية دولية في هذا الشأن. وقال رئيس اللجنة المستقلة لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر المحامي فاروق قسنطيني في برنامج إذاعي جزائري، قال بالحرف الواحد: إنني أفند بشكل قطعي المزاعم التي تتحدث عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون الجزائرية التي أشارت إليها بعض الجهات الأجنبية. وأكد قسنطيني ردا على تقارير لمنظمة حقوقية دولية أشارت إلى حدوث حالات تعذيب في السجون الجزائرية، واتهمت السلطات الجزائرية بالتستر على هكذا حالات. قال إن بعض المزاعم هي ضرب من الخيال ولا تستند إلى أي دليل واقعي. هذا كلام السيد قسنطيني. لكن خلال بحثنا ونحن نعد هذه الحلقة لقراءة واقع السجون في المنطقة المغاربية التي تهمنا في هذه المناسبة، وهي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وجدنا الكثير من الأدلة ومن الشهادات التي تثبت بأن سجناء مورس عليهم تعذيب وحشي في السجون الجزائرية، خاصة في فترة المأساة الوطنية أو بعد توقيف المسار الانتخابي، يعني خلينا نقول في فترة التسعينات. إذن نبدأ بشهادة يرويها صاحبها، ثم بعد ذلك نناقش هذه القضية ونسمع إلى شهادات أخرى لسجناء عذبوا في السجون الجزائرية. نستمع إلى شهادة عمي الأخضر وبعد ذلك نلتقي للنقاش. أنا اليوم راني عايش نص معيشة، أقل من نص معيشة، راني عايش معيشة وعسيفة، راني ما نشوفش، خرجت مكفوف ومعوق وما عندي عطاو لي حتى حاجة في المصالحة تاعهم. هذه هاي حنا كي خرجنا في المصالحة هذه هاي قلنا يعوضونا هاد الناس، بصح ما كاين والو. يقولوا ما عذبنا حتى واحد، يقول خالد نزار أنا ما عذبت حتى واحد وما درنا حتى حاجة. ها هي النتيجة، وها هو ذراعي أنا كيفاه، ها عيني كيفاه. ونحكي لك يعني حكاية مازال طويلة بزاف بزاف، راني نحكي لك غير باختصار. أنا اليوم راني عايش غير بالدواء، راني ستانديا بكيك وشوفوا الأدوية اللي راهي قدامي، وكاين الأدوية اللي راهم يشروها لي المحسنين بالدراهم. أنا ما عندي منين الله غالب، ما عندي شهرية، ماني خدام، ما عندي والو. واليوم حنتظروا في الدولة في الحكم هذا واش راه يدير، باللي رانا مرميين، واحد ما على بالو بينا. أنا راني 6 سنوات
وانا راني نطبطب في البيبان ما كاين والو والو، حاجه ما تسعى. لو كان نمشي المحسنين راهم يعاونوا فيا، راني ضعت وانا راني عايش بجهه، ولادي صغار مشرفين راهم عايشين بجهه، ولا النظام هذا راه ما على بالوش بينا كاع واش رانا نديروا، ولا ورانا ولا موتى ولا حيين. انا راني من الموتى ماشي من الحيين. انا نحكي لكم كيفاش يعني حتى طلقوني هكذا، وكيفاش حتى صور. انا من التعذيب هذاك حسبوني رايح نموت، فقدوا مني الامن. قال لهم الليطنون تاعهم هذاك طلعوه للسبيطار وما دخلوا حتى واحد يشوفوا هذا. نهار داو للسبيطار على الوحده تاع الليل، شافنا الطبيب قال لهم هذا سي تروطار، دراع وراح ما نقدر ندير والو. عاودوا ردوني صباح بريزونتوني للعداله، القضاء التحقيق هذا كي شافني رايح نموت فقد مني الامل، قال لي انت روح داوي روحك، داوي روح للسبيطار ولا شوف كيفاش دير. عطاني زعما افراج مؤقت كما يقولوا هما. رحت مشيت انا في الموت في حاله مؤسفه. داوني ثم ناس، داوني الطبيب الشرعي دار لي سيرتيفيكا 45 يوم، وقال لي لو كان كاين القانون وكاين العداله في البلاد اللي دار الشيء هذا راه هو اللي يتعاقب. في السبيطار دخلت السبيطار ما حبوش يقطعوا لي يدي، كيسمعوا بالقضيه هكذا وهكذا ما حبوش يقطعوا لي يدي. تما بداو يتلاعبوا بيا، تروح للسبيطار تاع القوات، تروح هكذا تروح هكذا. مازال الطبيب هذاك راه على قيد الحياه. اذا يحبوا نذكر اسمه نذكر اسمه. واسمه باللمان، كان في الجلفه، دركا راه في حاسي بحبح، في السبيطار تاع حاسي بحبح، وعنده اكابين في حاسي بحبح، ما حبش يدير لي العمليه. وليت في السبيطار تاع المينيتير، كان مينيتير حاسي بحبح في ذاك الوقت. قالوا لي الجراح ما عندناش حنا الطبيب. بعثوني بن عكنون، بغاو يتلعبوا بيا. بن عكنون قالوا لي ما عندناش طبيب تاع عندنا جراحه بصح انت راك ديابيتيك ما عندناش الاخر معاه. بعثوني للقبه، القبه ما حبوش يشدوني. بعثوني لمصطفى وباغيين يتلعبوا بيا حتى ذراعي من راح. انا كنت بالسياره تاعي شارجي ركاب معايا في البلاد، حبسوني لي جوندرامري ما على باليش كاع علاه، حاجه حطوا الركاب هذا وكسكورتاوني، داوني لابريكاد في الجلفه تاع عين الشيح. ما حبوش كاع يهضروا معايا، لاحوني في السيلول ضال وبايت. القدوه من هذاك الصباح صبحوا عندي 5 طيوطه تاع جدرميه، كل طيوطه فيها 5 جدرميه، مانيش عارف واش كاين كاع وراه مدايمين. هبطوني العين والساره، لحقت العين والساره قال لهم ها هو فلان الطاكسيور اللي راكم تحوسوا عليه. وانا واش كاين؟ قال لي دوك تعرف واش كاين، دوك تعرف واش كاين. ثم بداو يطرحوا في الاسئله عليا، قلت لهم انا ودينا هذا الشيء ما كانش. انا هذا الناس ركبوا معايا ناس حقيقه بصح انا ما نعرفهمش واش يكونوا ولا هذول. من بعد بداو التعذيب، يعذبوا فيا، عذبوني بالتريسيتي هي الاولى، عذبوني بالشيفونه والصابون والماء، علقوني في السلوم، ضربوني بالكابل تاع التريسيتي، ربطوني 48 ساعه وانا في السمش في موت جوي، القطره تاع الماء ما كانش. يعني فقدت الامل كاع، رايح نموت، رايح نموت خلاص، ما بقى فيا حتى شيء. ناس مسلحين ولا ارهاب ولا واش يكونوا ما على باليش بهم. انا كل واحد يركب معايا، ما سقسيش نقول له انت واش عندك في الكابا تاعك ولا واش راح تحتك ولا عندك حاجه. انا يقول لي ديني البلاصه الفلانيه نديها، واليوم انتم على راكم ديروا لي هذا. قال لي لا عندك معلومات وعندك معلومات، وداروا لي تهموني. بعد اللي قطعوا لي ذراعي عاد شوف راهم خدموا لي هذه ما خدمتها لي كزورال، راني دايرها بصح. في الوقت هذا انا راني معوق مكفوف، السياره اللي ناكل الخبز بها انا وولادي داوها لي، راني بدون سكن، راني في حاله مؤسفه. لو كان نحكي لك الحكايه بالك ساعه ما يخلص الشريط هذا. هو في الايامات المقبله ان شاء الله راني نكمل لكم القضيه هذه، وها الصور يشهدوا على كل شيء. إذا مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه شهادة سيد الأخضر المدعو عمي الأخضر من الجلفة، هو معي عبر الهاتف الآن. أرحب بك سيد الأخضر. نقص التلفزيون، اسمعني فقط من التليفون حتى نقدروا هكذا يعني نزربوا شوية في الحكاية. سي الأخضر. نعم. أرحب بك سي الأخضر. مرحبا بك، السلام عليكم، نحييكم ونحيي قناتكم الموقرة.
الله يسلمك. سي الاخضر، انت ملايين الناس راح يشاهدوك الان بالضبط على المباشر في الجزائر وفي المنطقه المغاربيه. احكي لنا بعجاله، يعني انت بعد هذا، يعني بعد الشيء اللي سمعناه، انت كنت تاكسيير وتعرضت فقط لهذا الشيء لانه شكوا فيك انه ربما عندك معلومات على مجموعات اخرى مرتبطه بالجبهه الاسلاميه للانقاذ ولا حكايه مثل هذه. لو نعطيك دقيقه تجرب تحكي لنا. نعم عندي معلومات على التعذيب تاع السجون. طيب تعذبنا في السجون، عندي معلومات. احكي تفضل. نعم عندي شهادات حيه. اهي تفضل. تفضل. تسمع فيا سي سليم؟ نسمع فيك، تفضل انت على المباشر. صح. انا بعد التعذيب هذا وبعد هذاك الشيء داوني للسجن، ومن بعد السجن تاع الجلسه داوني للسجن تاع البروقيه. داونا في 28 سراس متهومين بقضيه اسلاميه. النهار اللي لحقنا تما صبناهم واجدين يستناو فينا، ما نقولكش حراس السجن، نقول لك كلاب السجن كانوا يستناو فينا تما بالعصي. الشيء اللي داروه فينا يعلم به الله، هرب لنا كاع دم. الشيء اللي داروه فينا يعلم به الله. نسمع فيك كمل يا سي الاخضر. سمعت. ودارونا في السجن 6 اشهر الدوش ما كانش، ممنوع علينا الدوش، ممنوع علينا الطبيب، ممنوع علينا الدواء. يعني الشيء اللي داروا فينا يعلم به الله. يجوا المخابرات يدوا الناس من فلا يعذبوهم. واش من سجن يا سي الاخضر؟ يحطوا واحد منا لتحت يعيطوا الدور وحدوه حتى نطلعوه في الزهره في الكونفير، يضربوه بالبيكيات تاع الصونداج تاع الحديد البراديس. وش من حبس هذا؟ وش من حبس كان يا سي الاخضر؟ نعم. وش من حبس يعني؟ كنتوا احكينا على الحبس وين، ولا كان تعرف ناس؟ البروقيه انا درت البروقيه ودرت الحراش ودرت البليده ودرت الشلف. هاي طيب كمل. عندنا كارتي يقولوا كارتي ديك في البروقيه، راهم الاخوه اللي داروا السجن قاع يعرفوها، راهم يسمعوا فيا. كاين الناس اللي كانوا معزولين 5 سنوات او 6 سنوات وهما في السجن، كان في وقت الصيف يعطوا لنا الماء 2 لترات في 24 ساعه، اشرب بيهم ولا دوش بيهم ولا اروح بيهم للطواليت. 24 ساعه في الصيف، ممنوع علينا الدوش، ممنوع علينا الطبيب، ممنوع علينا الدونتيس. النهار اللي يجوا الاهالي للناس يجيبوا لهم الزياره، يجيبوا لهم الباني هذيك القطه ونحوها ياكلوها هما حراس السجن، كلاب السجن. انا نقول كلاب السجن ما نقولش حراس السجن، وراني شاهد على الكلام تاعي، راني مسؤول على كلامي وش راني نهضر. وش من سنوات هذه سي الاخضر حتى نسجلوا ونوثقوا هذه الامور؟ هذا السنوات راهي في 96 97 98 حتى 2000 كانت مازالت هذا الفكره هذه وانا ما خرجتش حتى 2006. يا ليل. وشي هذا صرا في شلف في بليده في بروقيات، عذبت ناس، تعوقت ناس، مانيش غير انا راني تعوقت، مانيش غير انا راني مرمي. ثاني كاينين الناس راهم ماتوا قتلوهم داخل السجن، ولا غير داخل السجن ماتوا في مدينه البروقيه، ماتوا داخل السجن، انا نشهد عليهم. صافي راك يا سي سليم؟ راني نسمع فيك تفضل. واليوم انا راني مرمي يا سي سليم، راني مرمي، واحد ما شاف فيا، واحد ما راني شكيت اي واحد في هذا في هذه الدوله هذه راهي ليست طويله رحمه. انا شكيت بديتها من الوالي، الحقوق الانسان، الوزير الداخليه، وزير العدل، وزير التضامن، رئيس الجمهوريه، كاع كتبت لهم وكاع عندي البراوات الطالبات تاعهم، وواحد ما استجب لي. حقوق الانسان هذاك رحت ليه 1000 خطره 3 سنوات وهو شاد لي الدوسي تاعي، ومن بعد قلت له في الاخر يا ودي انا كيفاش ندير؟ جبت 8000 دينار 800,000 ما يجيبوا من مالو الخاص، قال لي هاك انا ما عندي ما ندير لك، ما كاين حقوق انسان هذا رسوم كشان. قلت له يا ودي انا راني رايح نرفع بهم قضيه للخارج. قال لي كيفاش ترفع؟ قلت له نرفع، وهذاك موافق معاه في كل حاجه منهم. واليوم انا راني مرمي في الشارع، اولادي راهم والله غير مرميين عند الناس. انا راني كل يوم. كيف راك عايش يعني؟ شكون راهو يعين فيك؟ نعم. كيف تعيش يعني؟ شكون المعين نتاعك؟ ما عندي حتى معين، انا راني مرمي في الشارع. انا خطرات نروح عند واحد الاخ في الحراش في كاليتوس في الحراش،
راه ساعات يتصل لك راه مريض راه في السبيطار، ربي ان شاء الله يشفيه. سمعت؟ وما عندي حتى واحد عندي غير ربي. قانون هذا قانون المصالحه ما عيطولكش، ما قالولكش بلي انت ضحايا هذا المؤسسات الوطنيه؟ قانون المصالحه شكون اللي داوها الناس اللي قتلوا، اللي كانوا في لابوليس وفي المخابرات وكانوا يقتلوا في الناس ويعذبوا في الناس، هذوك اللي براهم عطاهم المصالحه. اما احنا واش المصالحه اللي دينها؟ ما دينا حتى مصالحه. يا دينا رئيس الجمهوريه قال لهم كاينه مصالحه وكاينه حقوق واللي تعوقوا يدوا الحقوق تاعهم. في روح الحقوق الانسان قال لي كاينه. رحت لوزير العدل قال لي كاينه. عيطوا لي هنا في المحكمه تاع الجلبه قال لي كاين، بصح لا كاين والو يكذبوا ما كاينه حتى حاجه. رحت للبيرو تاع التعويضات قالوا لي انت ما عندكش ماكش، كان يتعوق سنين وانت نخر. او شكون اللي دلاني انا؟ شكون اللي قال لي ما على بالناش بك؟ الله يسهل عليك. فهمت؟ انا راني اليوم مرمي في الشارع وراني مكفوف في السجن. انيت في السجن والله ما حبوا يداوني في السجن في البروضيات. انيت من عينيه. انا كنت سيارة أجرة كذا، واحد أعمى يسوق سيارة أجرة يداوني صحيح. 5 أعمى راني مكفوف من هذا المنظر. سي الأخضر، أنت بعد هذا المدة هذه كل وهذه المعاناة، لو تعاود تذكر فقط المشاهدين، أنت وش كان ذنبك في أول يوم يعني حتى تعاود القصة؟ احنا في سليم مليح. قلت لك وش هو ذنبك يعني، انت لما تفكر وش تقول يعني، وش هو ذنبك اول يوم حتى بدات هذه القصه هذه؟ انت كنت لاباس بيك يا سيدي، خدام ولاباس بيك يعني. علاش هي القضيه هذه؟ انا القضيه هذه انا كنت جاوا لي 3 من الناس، 2 من الناس رفدتهم من العريس النهار الزوج تاع النهار قال لي دينا العين والساره. ديك من العين والساره ما نعرفهمش انا، عندهم كذا مانيش بوليس انا ولا جدارني. كاينين جدارنيه ولا لا بوليس في البراج، هما اللي قلبوا لهم الشرطه تاعهم عندهم سلاح ولا ما عندهمش. لا مانيش مسؤول عليهم انايا. من بعد قال لك راك الناس هذول ارتدتهم وما ديكلاريتش ومانيش عارف واش هكذاك. سمعت هذو الناس راهم ارهابيين وكذبوا ويا انا ما على باليش بالناس ما عندوش مكتوب على جبهته باللي راه هذا انسان ارهابي ولا مسلح، مانيش مسؤول عليه انايا. فهمت؟ انت ركبتهم فقط. سير هاد الناس الرعب في وسط السكان ومانيش عارف واش، وانا باري من القضيه امام الله باري. انا باري امام الله. انا ما نسمح باري. صح سي الأخضر، انت كنت يعني يبان نفهموا، انت كنت تاكسيور ولا كنت فرود ولا وشنو يعني يعرفوك الناس؟ لا تاكسيور نقل حضاري. تاكسيور في مدينة الجلفة. وانا عنديك وقت تاع التاكسي وتاع كلش وقت مازالوا يشاهدوا. فانا ربما راهم كاينين انا معكم في الدوسي وعندي محامي هنايا راه بعث لكم المذكرة تاعو وبعث لكم الصور وكلش على البيان. ما عنديش حاجة زايدة ولا انا صور نشاهد الكلام تاعي المسؤول عليه. نعم. سي الأخضر، نعطيوك دقيقتين واش تحب تقول فيهم اللي راهم يسمعوك في الجزائر الآن، مسؤولين ولا شعب؟ يا خويا المسؤولين، انا راني من 2006 وانا نشكي بدون جدوى. ما كاين والو، نعرف باللي ما كاين والو وراني مرمي في الشارع. ولادي والله راهم مشردين صغار وراهم عند الناس. لا نعرف ما كاين والو، ما عندي سكن ما عندي والو. كنت في دار نهار اللي خرجت من السجن مولاها قال لي ودي اسمح لي انا دي طوني كنها اللي كنت في السجن ديال خويا بالدار فراح الزوجه رحت الاهالي تاعها. عندي طفل وانا 18 سنه راه مرمي، طفله ولا 15 سنه راهي مرميه وانا راهي كل يوم مراني. انا ماذا بيا نقول للناس اللي فيهم الخير اللي في الخارج او في الداخل، نطلب في الناس اللي فيهم الخير انا يشوفوا الحال اللي راني فيها. انا راني معوق، راكم شفتوا في الصوره راني مكفوف، راني سكن، ما عندي حتى بونسيو عطوني 300000 شهر 300000 واش توكل لي ولادي. يعني الشيء اللي راني ما نقدرش نقول لك والله ما نقدر نقول لك. طيب ان شاء الله هذا شوف هذا النداء راح يوصل اكيد للمسؤولين. والكل يعلم يعني التغطيه نتاع المغاربيه ونجاحها في المنطقه المغاربيه خاصه في الجزائر، والكثير من المتتبعين الحقوقيين وايضا المسؤولين، الملايين من المشاهدين راهم سمعوك. اكيد راح توصلك اتصالات من عند مسؤولين حتى ينتبهوا لهذه القضيه، ولا من طرف المحسنين ان شاء الله حتى يعاونوك على الاقل في انتظار انه المسؤولين يعاودوا يجبدوا هذا الملف. لا راني مقيم راهي الادريس تاعهم
مقيم عند عبد الحميد في الكريتوس. راهي الادريس عاد تنزل اللي حد يتصل بيا النميرو تاع التليفون اللي حد الادريس راهي في الكريتوس، اللي حد يعاوني ولا يدير كان شي حاجه. لا تهنى عمي الاخضر، حتى احنا رايحين نديروا هذا النداء انه اللي يحب يعاونك يتصل بالقناه المغاربيه، وحنا نعطوا له الادريس نتاعك والتليفون نتاعك، وان شاء الله خير. نشكرك جزيل الشكر سي الاخضر، سائق تاكسي من الجلفة. استمعتم إلى قصته على العموم مشهورة وكانت موزعة في الفيسبوك واليوتيوب، وتعاطفوا معها الكثير من الجزائريين. يعني شوفير تاكسي يجيوه ناس يقولوا وصلنا التاكسيور يكريوه ناس به يوصلهم العين والسارة، طيح معلومات انه هذا الناس ثلاثة هذو كانوا مسلحين او ناس مبحوث عليهم، فيعذب هذا التعذيب ويسجن في 3 سجون مشهورة أشهرها البرواقية والحراش. يعاني من كل شيء اللي شفتوه في هذا الفيديو، ثم يروح وما يشملوش حتى قانون المصالحة الوطنية، وانتم شفتوا حالته. هذا أول رد على سي قسنطيني الذي قال بأن هذه القضية ومزاعم أنه كان فيه أو موجود فيه تعذيب في السجون الجزائرية هي ضرب من الخيال، فاحنا جبنا له قصص من الواقع وليست من الخيال. نبقى في قصص الواقع وليس الخيال، ومعي عبر الهاتف من الجزائر العاصمة من لامونتان حي الجبل المعتقل السابق سي رزقي، ورحب بك سي رزقي في هذه الحلقة. السلام عليكم أخي سعيد. سلام. بدون إطالة أنت سمعت قسنطيني واش قال؟ أنت كنت معتقل سابق، أعطينا شهادتك الواقعية كما حدثت، لماذا اعتقلت؟ هل تعرضت للتعذيب وأين ومن طرف من؟ تفضل. أولا أخي سليم، أنا واحد من بين مئات الآلاف الذين اعتقلوا، إن لم أقل أنه العدد ممكن وصل حتى المليون معتقل ولا فاق المليون في الجزائر. علاش؟ وشنو هو سبب الاعتقال؟ سبب الاعتقال راح تصيبوا يعني سبب الاعتقال اي معتقل يعني ممكن يتصل بكم من بعد ولا يخبركم. يعني اول سؤال يسأل لما يعتقل الواحد فينا، شكون هو الحزب نتاعك؟ لمن تنتمي؟ الطبقة السياسية تنتمي لها. يعني سبب الاعتقال هو أننا كنا يعني تحت لواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يعني هذا هو السبب، ما كان سبب آخر. على كل حال أنا هذاك الوقت كنت شاب صغير، كان في عمري 23 سنة لما اعتقلت كان في عمري 22 سنة عفوا، سنة 1992 لما اعتقلت المرة الأولى من طرف فرقة الدرك الوطني اللي داهموا البيت نتاعي على الساعة الواحدة ليلا، بعد ما اعتقلوا خويا اللي كان دركي معهم، اعتقلوه من فرقة الدرك لباب جديد، قيادة الدرك الوطني في باب جديد، كان خدام تماك، اعتقلوه من ثم، واعتقلوا اختي صغيرة ثاني في عمرها 18 سنة، واعتقلوني انا كذلك. يعني في هذيك الليلة داونا في 3. راح نذكر لك انه من بين يعني تقريبا كاع سالونا نفس السؤال، انتم واش من حزب تنتموا؟ السب، الشتم، الكلام الفاحش يعني امام الوالده وامام الوالد. قلت لك اعتقلونا داونا مركز دار البيضاء، تعذيب مستمر لمده 5 ايام، اساليب التعذيب تقريبا نفس الاساليب اللي ذكرها المتحدث اللي كان يتكلم قبلي. يعني عمليه الخنق بالماء، الشيفونه والماء، الكهرباء، الضرب بالسياط والضرب بالاحذيه نتاعهم، يعني في كل اماكن، يعني ما يخليو حتى مكان من الجسم هكذا. يعني وكانت من بين الاسئله انه انا باعتباري اني صهر شيخ يخلف شباطي، يعني كانوا يعني كان التعذيب مستمر عليا، يعني حابين نوري لهم وين ما كان الشيخ يخلف شباطي، لانه كان في حاله فرار هذاك الوقت. على كل حال اختي كيف داوها المركز التعذيب اللي باب الزوار تابع للدرك الوطني، خويا محمد صغير داوه المركز التعذيب ديال خادم وعذبوه حتى بالنار، يعني حرقوه بشاليمو من بطن، وربي يرحمه على كل حال توفى. عذبوه من اعلى بطنه الى اسفل قدميه تحت بالنار.
ثم اعتقلت في المرة الثانية. سمعت يا الأخ سليم؟ أنا نسمع فيك تفضل. قلت ثم اعتقلت في المرة الثانية. هذه مدة الاعتقال تمت 3 أيام على كل حال، وطلقوني لقوا بلي ما عندي والو. طلقوني يعني طلقوني رموني برا، يعني ما داوني في الليل بسيرفات وكذا، رموني برا حتى درت ستوب باش عاود جيت لامونطان. كيف عاودوا اعتقلوني في شهر جونفي 1995. يعني كان برد قارس، خرجوني في الليل كيف على الوحدة تاع الليل. جاو الجماعة تاع بن عكنون معاهم ثاني قوات خاصة، يعني لابسين الطارة، وكانت قوات خاصة ثاني لابسة تاع نينجا. كيف داونا في الليل تعذيب مستمر لمدة 5 أيام. يعني من بين الأساليب التعذيب أنه الخطرة لبسوا لنا لباس كومبينيزون معمر بالحشرات اللادغة، يعني الجمل أكرمكم الله. يعني مدة 5 أيام ما كاش رقد. يعني هذاك يعني هذاك الكومبينيزون هذاك جبدوه يعني من واحد البوبالة هكذا راميين فيه لي كومبينيزون. دونك غير تدخل تلقى الدماء، تلقى كذا، تلقى يعني حالة يرثى لها. وسبق لي ونقدمت لكم الشهادة تاعي انه اثناء الاعتقال تاعي هذا حطوني امام كوميسارية لامونطان وخرجوا جماعة وقتلوهم امام اعيننا. كنت انا وواحد الاخ مازالوا حي ليومنا هذا، قتلوهم امام اعيننا تحت البون تاع حي البدر لوتيسمون في حسين داي. وش من عام رزقي؟ 5 أيام. وش من عام؟ يعني بالماء وبالكهرباء وبالجريزيل ويعني يعني هذيك اي سنه سي رزقي؟ هادشي ديال الكلمه يعني ناتينا ما صرح الوالو. قلت لك والسياط يعني في كل مكان من الجسد دون استثناء هكذا. انا نحب كنت نسال فيك يا رزقي لكن تسمعني. على كل حال والله غير يدل على عقلية ومستوى هذا النظام. والله غبي راهم يحكموا فينا ساقطين وفاحشين صح. يعني الإنسان لما يشوف جنود في مستوى تاع ضباط يعني في الو سي رزقي، انا نحوس نسالك على قضيه قتل جماعه قدامكم. راك تقول تحت البون تاع القبه حي البدر. نعم. اي سنه اي شهر تقدر تعرف بيبري يعني حتى الناس اللي يسمعوك يوثقوا؟ الاخ سليم انا سبق لي وين دخلت في قناه المغاربيه في شهر ماي وقدمت لكم هذه الشهاده هذه راهي مذكوره عندكم انه جاوا صدمونا في الليل انا وواحد صاحبي مازالوا عايش ليومنا هذا، وجا واحد الضابط اسمه حبيب بدقه هو اللي صدم لنا للدار، مازالوا عايش ليومنا هذا. صدمونا للدار خرجونا برا. تكاوني انا يعني في شهر جونفي كان البرد، كان هذاك النهار 6 الصبح. تكاونا برا يعني في الطريق، حطوا لي موس على رقبتي، نذبحوك ونديروا لك وكذا وكذا وكذا. ومن بعد رفدونا داونا الكوميسارية تاع لامونطان. خرجوا جماعه تاع معتقلين. الكوميسارية تاع لامونطان معروفه بقضيه المفقودين، هي متورطه في قضيه المفقودين تقريبا جلهم اللي كانوا في العاصمه، تقريبا جلهم راهم بين الكوميسارية تاع لامونطان ومركز التعذيب تاع بن عكنون اللي عنتر هكذا. خرجوا لنا هذوك الجماعات تقريبا العدد قلت لك بين 7 إلى 10 أفراد. احنا كنا نشوفوا يعني كانوا مرقدين لنا، كان واحد الثقب هكذا من الفيكول كنا نشوفوا ما خليناهمش يثقونا باللي رانا نشوفوا. يعني كنا راقدين يعني نشوفوا هذاك الضوء يعقبوا علينا بالواحد هكذا. حطوهم امام تحت البون تاع روتيسمون ميشيل، يعني المسافه بين الكوميساريه والبون تاع روتيسمون ميشيل كاين تقريبا واحد 500 متر تحت البدر. حطوهم تماك يعني وقفوهم هكذا، داو لهم تريكوات على وجوههم، طلعوا لهم تريكوات على وجوههم. كانوا يشربوا في الشراب ويضحكوا مع بعضهم هكذا، يقولوا شوف دوك نجيبها له بين عينيه، وفعلا يجيبها له بين عينيه. ومن بعد كي وصلونا لبن عكنون قالوا لنا كش ما سمعتوا كش ما كذا، قلنا لهم احنا سمعنا رصاص وكذا يعني في التعذيب اثناء التعذيب والاستنطاف. يعني قلت لهم انا سمعت الرصاص وسمعت كذا. قالوا لي قتلنا جماعه، قلت لهم انا ما شفت والو، انا ما شفتش باللي قتلتوا جماعه. قالوا لي هذوك ماتوا بسرهم. يعني هذه شهاده يعني سبق لي وين شهدت بها. يعني من بعد طلقونا على كل بعد 5 أيام وسبب الاعتقال انه قتلوا لهم واحد هنا في الحي نتاعنا، واحد من الجماعه نتاعو قتلوه. ظنوا فينا باللي احنا عندنا معلومات ولا كذا ولا، جاو داونا ومن بعد كي صابوا باللي ما كان والو عاودوا رماونا في الاوطوروت في الدخله تاع القبه هكذا اخي سليم.
ثم يعني بعد الاعتقال هذا يعني طلقونا قلت لك بعد مده تاع 5 ايام، داونا الجماعه تاع شاطوناس، يعني داوني الدرس الوطني، داوني الديارات، وداوني شاطونا في لابوليس. دام الاعتقال تقريبا مده تاع شهرين. وحنا في الزنزانه ما تصلح الوالو على كل حال. يعني الحاجه الاولى غير تجي داخل تلحي كاع حوايجك كيومي ولدتك امك. تجوز الطابله هذيك عباره عن ليطو، يعني تفتح بليمونيفر هكذا يتفتح ويتغلق، وما يربطوك في الطابله تكون مغلوقه، ومن بعد كي يبداو يفتحوا راك مربوط كاع بالسباتي تقدر تقطع على زوج. يعني تقدر يعني الطريقه اللي كانوا يديروها بكري الفرسان بالعواد، انه يديروا واحد في الوسط ويربطوه بالعواد. لا دروك يديرك في الليطو ويربطك، ومن بعد يبدا يفتح هذاك الليطو، وكان يفتحوا مليح تقدر تقطع على زوج. يعني كانوا هذوك السباتي والاخر يدخلونا حتى في لي ميسكل تاعنا، في اللحم تاعنا. قلت لك تعذيب دام تقريبا مده تاع شهرين. كان هذاك الوقت كان حاكمهم واحد الضابط اسمه قاتم، كورونا قاتم ولا المهم ضابط اسمه قاتم، يعني هو اللي اشرف على التعذيب تاعنا. قلت لك بعد ما يشمخونا بالماء يبداونا بهذيك بالمونيفير تاع تريسيتي اللي كنا نشوفوا فيه في الفيلم تاع لا بوانت والاخر. يعني تقريبا فيلم في وقت حنا ولينا ما نفرقوش بين هذاك الوقت. يعني انا نقول لك هذاك الوقت كنت صغير بصح وليت ما نقدرش نفرق يعني بين هذاك الوقت ووقت فرنسا تقريبا نفس الشيء. يعني وكانه فيلم راني نشوف فيه بعيني. يعني راني انا الممثل تاع هذاك الفيلم هذاك. يعني فيلم حقيقي على المباشر. يعني يبداو في التريسيتي، يبداو يعني في التريسيتي هذه عندهم واحد عندهم واحد المسافك يديروهم لنا يعني في اماكن حساسه من الجسم يستحيل الانسان يذكرها امام المشاهدين. ويبداو في التعذيب لمده تقريبا 5 سوايع 6 سوايع حتى تطرطق انت بالدماء من وذنيك ومن يفك باش يحبسوا. يعني حتى تطرطق بالدم باش يحبسوا هذاك التعذيب هذاك. يعني من بين اساليب التعذيب كذلك انه حطوني في بيت خلاء، يعني فيسي اكرمكم الله، مده تاع اسبوع. الفيسي هذا يعني المساحه نتاعو تقريبا متر على متر. كنا ما كانش فراش، كان البرد يقطع. يعني كنا جونفي، انا داوني في نوفمبر ديسمبر حتى 22 جونفي باش حطوني الحبس. يعني كنت في هذيك الفيسي هذاك اكرمكم الله نفرش الخبز. يعني كي يجيبونا البابه وكذا ما ناكلهاش نفرشها خفت البرد وانا عريان هكذاك، نفرش الخبز باش نرقد عليه. يعني من بعد كي يجيو يقضيو حاجتهم هما يخرجوني لبرا هكذا، يربطوني باليموت عند الباب، ومن بعد يقضي حاجته هكذا في بيت الخلاء. عاود انا ندخل الرائحه وكذا وكذا. يعني يعاملنا كما يعامل الحيوان. وانا نظن باللي لو كان عندهم حيوانات، بالك ما عندهم حيوانات في الدار كلاب ولا قطط ولا، ما نظنش باللي كانوا يعاملوهم هكذا. على كل حال هكذا يعني واش حكيت لكم، لانه بديت لكم انا واحد من بين مئات الالاف الذين عذبوا، ان لم اقل انه من بين الناس اللي فاتوا المليون في التعذيب في الجزائر في التسعينات. سي رزقي لانه لما حضرت للحبس لقيت ناس رموهم من طوابق عاليه من 4 ايطاج وجاو مكسرين كامل الحبس سجن الحراج. لقيت ناس تقبولهم العظام تاعهم براشينيور، ويعني كانوا معايا في القاعه وكنا احنا نسعفوهم، كنا احنا نداووا فيهم. وكانها حرب عالميه ثانيه. يعني الصور هذه اللي تشوفوها في الحرب العالميه الثانيه هي احنا عشناها في التسعينات. قلت لك شفت ناس يعني نحاولوا من الاظافر تاعهم بالكلاب والاسنان تاعهم كيف شفت ناس حرقوهم بالنار محروقين. يعني كنا احنا نسعفوا فيهم. يعني وكاين ناس هبلوهم، كاين ناس راهم للان مجانين وانا نعرفهم. يعني كاين الابناء تاع الحي نتاعي يعني نعرفهم راهم مجانين اليوم من هذا مجانين. يعني افهم معنى الكلمه. يعني اضافه انه كاين تعذيب نفسي اللي هو شنو انك تعقب عامين ولا 3 سنين حبس ومن بعد تخرج براءه. يعني عام و 30 هذا راح نشوفوه، هذا راح نشوفوه يا سي رزقي مع مختصين. نعم شكرا سي رزقي، معتقل سابق من حي الجبل لمنطان بالعاصمة. شكرا على هذه الشهادة وهذه المعلومات على ما عشته أنت وما عاشه بعض الجزائريين ممن رأيت أو ممن سمعت عن أو رويت لك شهادتهم. شكرا مرة أخرى سيد رزقي، معروف في لامونتاين، معتقل سابق. قصة أخرى من الواقع
نرويها إليكم. ونحن نتحدث عن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وهذه التقارير الحقوقية غير الحكومية عن وضع مأساوي في السجون، سجون العالم، سجون العربية، السجون المغاربية والسجون الجزائرية أيضا. ونحن نأخذ اليوم عينة من الجزائر قبل أن نتطرق إلى وضعية السجون في سجون أخرى في هذه المنطقة المغاربية. قبل أن نكمل هذه الشهادات في حلقة اليوم نتوقف لحظة مع رأي حقوقي، وأريد أن أسأل ضيفي عبر الهاتف من غريزان غرب الجزائر سيد خالدي ياسين الناشط الحقوقي الجزائري. أرحب بك سيد خالدي. السلام عليكم أخي سليم. قصة أو قصص يعني من القصص اللي عشتها حول التعذيب، ونحن نتحدث في هذا اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وأيضا هذا الأسبوع وتصريحات فاروق قسنطيني بأنه قصص التعذيب في السجون الجزائرية هي مزاعم وضرب من الخيال كما قال. أخي سليم، أولا قبل كل شيء السلام عليكم. أطلب منك بعد الوقت لأن هذه قضية كبيرة ولا إنسان يحكي على نفسه. نعم. مدينة ودريو كما هي معلومة الأخ سليم في مرحلة التسعينات اختارت الجبهة الإسلامية عن قناعة، فكانت العقوبة الموجهة من طرف النظام باعتقال جماعات تم تعذيبهم، والأمر الذي سأذهب إليه مباشرة بعدما عذبت هذه الجماعات وأطلقت سراحهم كثير منهم اختاروا المطاردة، فأصبحت هؤلاء المطاردين عائلاتهم تهمة للآخرين. فقام قيادة الشرطة بقيادة محمد شراك ومحمد بوزانة ودوباف وأسميهم بهذه الأسماء وعبد القادر فطيس، قام هؤلاء الناس باعتقال الناس بغير تهم. التهمة الوحيدة أنك تقيم في مكان كما يتحرك فيه الجماعات كدوار شارة ودوار بوجلة وحي شبيرة وحي الهواورة وكل هذه الأحياء، أو ثانيا أنك تحمل اسم من أسماء هؤلاء الذين فروا من التعذيب كاسم بنيطو وكاسم العناني وكاسم بوزيان وكاسم بتواتي وكثير من الاسماء. كانت هذه التهمة التي يتم اعتقال عليها. يتم اعتقالك من طرف هذا المدعو شراك الذي لنا موعد معه التاريخ تعذيب. سأذكر لك كيف يتم التعذيب، ثم أذكر لك من الأسماء التي تعرض. أولا عند الاعتقال يتم اعتقالهم في شاحنات مقطوعة والدوس عليهم من طرف سبع شرطة أو ثم شرطة قبل إلحاقهم إلى مركز الشرطة، ثم يتم مباشرة إدخالهم وبدون المساءلة يتم طرق التعذيب. أبسطها الضرب بسلك كهربائي على 4 مرات، ضرب مبرح، ثم يتم مباشرة الربط في آلة الليزم ويتم إشراب الماء للناس، الشراب يحتوي على الإزيز ويحتوي على الجلابيل ويحتوي على كل الأدوات الغسيل، يتم شربهم وغلق فمهم إلى درجة أنه يخرج البطن تاعو إلى درجة، ثم يطلع هذا الذباب هذا خاشين الجثة، ثم يطلع ويعبس مباشرة على الرجل تاعو ويعبس على البطن تاعو، وأنت ما تعرف ما يحدث. من بين الذين تعذبوا أخونا عبد الحميد صرفاق بشير عمراني، هذا الذي تعرض إلى فتح الرجل والضرب بحذاء الرنجاس المتعدد بطرق وحشية. أخونا أحمد عباس الذي تم ضربه بقضيب حديدي من وهو ذلك الريتم. ثم أخونا أحمد قادري، وكان يقود هذا أحمد بوزانة بكسر خصيتين ويقول على كلمة باي باي لي زونفون. وأخيرا مراد جلاب الذي اعتقل 15 سنة وهو في الأصل لا يسمع، وأخونا عبد عصاد، أخونا بالحاج عبد الدين بن عزارة التي في عز الشتاء يبقى عليه من البرد بكابل الهاتفية. ومن أبشع الطريقة هي أن تضع قارورة ويتم إجلاس عليها السجين بطريقة، اسمح لي على هذا التعبير، وقد قضى نحبه فينا أخونا عابد زوادة الذي أخذ يصرخ يا الله وهم يضغطون إلى أن انبثق منه الدم وإلى أن مات، وأخذ المساجين داخل في السيلونات يقولوا مات مات وإلى آخر. أحمد الحيلي أخونا الذي قطع إصبعه وتم فرق عينه، وبعد أن يتم إفساد هذا الناس يديروا فيهم تشويهات يمرون مباشرة إلى الإعدام عن طريق الكابيتان واليوطنو المدعو السنوسي.
هذا السنوسي الذي كان عندما يأتي والمساجين في السيلونات يعلم أن مصيرهم الإعدام. كل من يتم تشويه لا يتم بعثهم إلى قاضي التحقيق عادة، يتم أعدائهم مباشرة. هذا السنوسي الذي كان كابيتان كان يقتل عندما يدور في الأحياء اللي يدور فيها الجماعات ويهرب الشباب خوف من التعبيد، يتم إطلاق عليهم النار على أخونا على رأسهم أخونا أبو عبد الله الوراني رحمه الله، وكذلك أخونا عبد القادر السجار الذي كان حارس سجن وكان يعطف على المساجين. تم تعذيبه بطريقة إلى درجة أنه تم استعمال رأسه في الليطو، وتم بآلة الشريمو حرق مؤخرة وأسفل منها، وتم حرق وثم وضع سي خالدي ثم نعم أشعر اليد وأشعر الصدر. سي خالدي قبل أن تكمل الشهادة رجاء، سي خالدي تسمعني؟ نعم. طيب يعني أنا اكمل يعني هذه الشهادة، نحب فقط توضح لنا الأسماء بشكل أوضح، وثاني لما تحكي على القصص أعطينا فقط التواريخ والأماكن، لأنه هذه الحكايات اللي تحكي فيها مهمة جدا وهي من الواقع ليس من الخيال كما يقول قسنطيني. وانت تحكي حاول تحدد الأماكن والتواريخ لأنه هذه مهمة جدا، والأسماء أنك تنطقها بشيء بوضوح، لأنه كان الناس مئات الآلاف لما نقول الملايين راهم يتفرجوا في هذه الحلقة وحابين يعرفوا معلومات بدقيقة. يعني تفضل أخي سليم. في حوالي ديسمبر 94 قامت الجماعات بمواجهة، تم اغتيال العسكريين، تم اقتحام البيت. الأخ هذا اللي نحوس نتكلم عليه لأنه ما زال في السجن، كان يبلغ من العمر 17 سنة، هو الأخ خليفة المهدي. يقول والده أنسى كل شيء ولا أنسى عندما أتاني بالتبان وفيه بقايا الشحم واللحم في ذلك التبان، ولا زال لحد الآن يذكرها. قبض في عمره 17 سنة والآن في السجن. شلف في عمره 34 سنة. هذا الشاب الذي كان ذاهبا ليدرس وتم تعذيبه هكذا وهو الآن ملقى السجن إلى الآن. ماذا يريد أن يعطيه النظام؟ ماذا عندما يتخصى واش راح قادر دلو؟ أبشع التعذيبات اللي قام بهم محمد شراك والرشيدون مختار كان يقوم بهم في 95. كان الذين تعرضوا كذلك هنا الذي الآن عبد القادر الشريفي الذي يصيب بارتجاج الآن بلغتنا لا يصفق. الإخوة اللي يصيبوا بحادثة الزجاجة في 95 أخونا العربي السويدي. الإخوة الذي كان عبد القادر الذي كان يتم ضربه بلوحة بالمسامير تضرب في أعلى رأسه، وشراك كان يقول كلمة يقول لي لا راك حديدا ذوبك اللي تقدر، وكان يقبض الناس ويقول له كون جيت راجل ما نقبضش وراك عرفت الجبل. هذا الإنسان. ثم تمر الطريقة الثانية للإعدام الإخوة الذين تم في تشويههم بطريقة الإعدام وما يقضوش على رأسهم أخونا بالقاسم قصاص، عبد الحميد ميسوم رحمه الله، ويوسف بن معصقرية في آن واحد تم إعدامهم في منطقة الصفاح في 96 في 17 مارس 96. ثم أخونا في الله عبد القادر وعم ميلاد هذا الإمام الذي تم إعدامهم في منطقة سلام ألا وهي عين طريق. ثم أخونا عبد القادر سودة وأنا هذا الذي تم إحراقه رفقة أخونا صرفاق أحمد رحمه الله، رزق الله أحمد رحمه الله، تم حرقهم في طريق الحطاطبة. وأخونا الغريبي الذي تم إعدامه من طرف شراك، وأخونا بالعسال محمد، أخونا مقنين عبد الله هذا اللي أخوه كان في السجن يعذب ثم أخرج وأم أخوه وتم قتله. ثم من بعد ذلك أخونا بطاح المعمر بن ديمية أحمد بشير القادة الذي كان خارج يعمل وجده الكابيتان حباب والسنوسي فتم إعدامه مباشرة. بعد ومن التعذيب الذي كان يوقع نساء لم يسلمن. أنا لا أذكر أسماءهن أخي سليم حتى لا أخذ مشاعر أبنائهم، أذكر بصفهم يعرفون. أم عبد العالي، أم خالد، زوجة عمي يوسف، زوجة أبو يوسف، زوجة كذا. هذو النساء قتلوا يا ولدي شراك قتلوا. ما تعرفش اللي مقالها في دي بلاصة ما نعرف لا ربي لا رسول، ما نعرف لا ما نبي. هكذا كان حتى الأطفال مثل الحاج بنجليز التي تم حرق العجز تاعو هو والاخ نظيم عمودي والاخ كبار كالحاج بن قريقله رحمه الله الذي تم تعذيبه بطريقه ان الصراخ حصمه التجوارين. وحتى عبد القادر الحلوي رفقه ابن الزبير وابن الجلالي تم حرق البيت عن ذكرى ابيه واعتقالهم. تم ضربه من طرف الفرشه هذا مصطفى الفرشه بآلة البعض التي تستعمل للحظر، فضرب بها قال سأقتلك مثل ما قتلت ثعبان. هذا إنسان كبير وكل الناس من وجهه تستحي منه. هذه طريقة الإعدامات وهذه طريقة التعذيب.
ثم يتم مباشرة أخي سليم على الإمضاء على المحاضر، متهم بالقتل أو متهم بأي حاجة، المهم يتم مباشرة الإمضاء ولا يعرف حتى ما لهم. ثم يأتي بهم إلى السجون ودريه وإلى السجن بحث المستغاليم، وهنالك يجدون عتو البليدي يستقبلهم بالعصي والسلاسل ويستقبلهم بقضبان حديدية ويضع في الأرض المواد الزلجة حتى يسقط، ويجد من 8 إلى 12 من حرس السجون يتم ضربهم مباشرة في الرجل في الرأس، وكثير من الكبار المساكين ما يقدروش يجروا يضربوا مباشرة. وأشهر عملية تعذيبية عملية عبور أصحاب ودريو، عملية بحراس، تم إيقاف 43 من أصحاب ودريو، كلهم تقريبا لا علاقة لهم إلا من بعض رأي لأنه يسكن في حي ظروف مسلمين. من شدة تلك التعذيب كانوا يذهبوا ويقولوا روحوا ريحوا، من بين ذلك أنه يحزم رأسه بالليطو. وكانت هنالك أحد كما نسميه الروغار يتم وضع رأسه في الروغار إلى درجة أن فيه كل القاذورات أجلك الله أخي سليم وكل المستمعين. ومن ذلك يتم إنزاله إلى الضرب، ومن مباشرة تتم محاكم الذي أسسها النظام. أي حيث السجين عندما يسمع 6 سنوات و5 سنوات سجن يفرح يقولوا له مبروك عليك، ثم الأحكام المتوسطة بين 10 و20، أما المؤبد والإعدام فحدث ولا حرج. أنا الآن نتكلم عن مصالحة دار النظام هذه مصالحة مع نفسه. النظام الآن يخرج علينا كأنه انتصر. على من انتصرت؟ انتصرت على شعب، انتصرت على أبرياء، على من انتصرت؟ ثم تبدو له من بعد ذلك أنه تكرم علينا بهذه المصالحة والله إخوان كانوا في السجن الآن عانوا من التعذيب، مطرودين من عمل التهم، مستثنين من عمل التهم. أما الذي تم تعويضهم بطريقة الأثر الرجعي بسمة 9000 دينار و30 مليون، وهذا كأن النظام يتكرم عليهم وذهبوا. ونحن الآن كان كل حلم من إخواني من ودريو يتمنون، فتحملت مسؤولية نيابة عنهم أخي سليم، لأن الذي حدث في ودريو أكثر من 700 سجين من ودريو. عندما تكلمت واحد الإخوة قلت له بنتكلم على اللي تعذبوا، قال يقول كل نص الشعب ودريو تعذب. سي خالدي، سي ياسين، اكيد وانا نوعدك انه احنا فتحنا هذا الملف، وهذا الملف لا يخص الجزائر فقط. قضيه التعذيب في السجون هي جريمه تعاقب عليها القوانين الوضعيه وايضا القوانين الدوليه، وهناك يعني مقاومه كبيره، وهناك حرب يشنها إعلاميون حقوقيون وسياسيون في العالم، في المنطقة العربية وفي المنطقة المغاربية وفي الجزائر ضد هذه الظاهرة، ولمحاسبة من تسبب في تعذيب غير قانوني. وإن كان التعذيب في كل يعني أشكاله غير قانوني، التعذيب داخل السجون، ومن تستر على هؤلاء، من أمر، من نفذ، ومن تستر، كل هذه القضايا سنواصل فتحها في قناة المغاربية في حلقاتنا الخاصة أو خلال حديثنا عن أحداث، مثل ما نتحدث اليوم عن حدث واقع وهو الحديث عن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. أنا أشكرك جزيل الشكر على شهادتك وعلى إفادتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ونواصل معكم هذه الحلقة وشهادات أخرى من قصص واقعية ليست من ضرب الخيال لمساجين عذبوا في السجون الجزائرية.